دوليا إلى جنيف، حيث انطلقت أمس رسميا أشغال الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان. ومن اللحظات القوية التي ميزت افتتاح الدورة الإعلان الرسمي للمغرب عن ترشيحه للعضوية في المجلس، ترشيح استقبلته العديد من الوفود المشاركة بتنويه وتقدير للمجهودات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. روبورتاج زهير الداودي وعبد الصمد طعام. مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف. هنا داخل هذا المحفل الأممي تفاعلت العديد من الوفود المشاركة في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان بشكل إيجابي مع قرار المغرب تقديم ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة بين 2014 و 2016. الدول العربية وفي مقدمتها بلدان الخليج تؤكد دعمها للترشيح المغربي. بلا شك أن المغرب إذا تقدم لعضوية مجلس الحقوق الإنسان، نحن كبلد عربي شقيق لنا علاقة تاريخية وثيقة بهذا المغرب العربي، والمملكة المغربية سوف ندعم هذا التوجه وندعو كل دولة أن تدعم المغرب. المغرب جديرة بالعضوية، والمملكة المغربية جديرة أن تحظى بهذا المقعد، لأنها سوف تشارك بقية الدول الأعضاء بتجربتها وبدورها الرائد في المجال الحقوقي أيضا. الدعم نفسه نلمسه لدى العديد من دول الاتحاد الأوروبي. البرتغال مثلا ترى أن الترشيح المغربي مستحق، وذلك بالنظر لعمق الإصلاحات المنفذة في المملكة والتي تكرست في الوثيقة الدستورية الجديدة. أداء المغرب في مجال حقوق الإنسان حقق نتائج إيجابية جدا، ونحن نعتقد أن التطور المسجل في هذا المجال هو على قدر كبير من الأهمية، ومن هنا نرى أن المغرب يتوفر على كل الشروط للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان. المجموعة الإفريقية عبرت بدورها عن مساندتها لترشيح المغرب، ترشيح يستند إلى نتائج محققة فعلا على أرض الواقع في الداخل كما في الخارج. الترشيح المغربي لعضوية مجلس حقوق الإنسان مرحب به من طرف العديد من الدول وفي مقدمتها السنغال. نحن نعتبر أن حصيلة المغرب في مجال حقوق الإنسان في الداخل كما في الخارج تؤهله للعضوية في المجلس. هو إذن ترشيح يؤكد التزام المغرب بتقوية تعاونه وتفاعله مع مختلف آليات منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.